أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم أيتن عبدو. تعالوا النهاردة هنتفرج مع بعض على شقة عروسة جديدة، وعايزين أول ما ندخل من باب شقتها نقول ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يهني العروسين يا رب في حياتهم ويرزقهم قادر يا كريم يا رب الخير والذرية الصالحة. عروستنا النهاردة منسقة ألوان الريسبشن عندها من حيث ألوان السفرة وكمان ألوان الأنتريه. وزي ما ممكن تفكروا برضو معايا ان ليه عروسة عملتي سفرة في الريسبشن مع ان الريسبشن عندها صغير، وانا نفسي سألتها السؤال ده، اشمعنى انتي عاملة سفرة بحين ان المكان عندك صغير وكان يكتفي ممكن مثلا زي ما انتي عاملة نيش واحد ومعاه الانتريه. فقالت لي انا حابة ان يكون عندي سفرة عشان لما يجي اهلي اهل زوجي اي ضيوف يبقى فيه مكان نقعد ناكل فيه، ما يبقاش الاعتماد الكلي على الارض. فطبعا دي وجهة نظر ووجهة نظرها تحترم جدا. ربنا يا رب يهنيهم بكل حاجة في بيتهم ويرزقهم قادر يا كريم يا رب بالخير. النيش بتاعها زي ما انتم شايفين كده، الاضاءة اللي فيه ما شاء الله اللهم بارك كانت ظاهرة الحاجة جدا. عايز اقول لكم ان انا وانا داخله عشان نظبط خلاص الفينش الاخير انا بصيت للنيش كده انا مبسوطه ما شاء الله. فرشته ما شاء الله كانت يعني بقى واضحه بشكل حلو، الاضاءه فعلا بتظهر جمال الحاجه، وذوق واختيار العروسه برضو كان بسيط ما شاء الله وجميل. انا حاولت ان انا اصور لكم كده من الظرف عشان ما قدرتش ان انا افتح بسبب الكراسي بتاعه السفره، بس طبعا الحاجه زي ما انتم شايفين واضحه. انا وزعت لها طقم الصيني بتاعها على الرفين زي ما انتم شايفين، وفوق بقى حطيت لها طقم الخشاف وطقم الشربات والكاسات بتاعتها وكل الحاجات اللي العروسه ما شاء الله ربنا يبارك لها فيها يا رب جايباها للنيش بتاعها. معانا هنا غرفتين، اول غرفه هندخلها دلوقتي هي غرفه الاطفال. مساحة الغرفة لا بأس بها ما شاء الله، يعني مساحتها كويسة. حاطين فيها سرير غرفة أطفال، كل سرير 1 متر و20 سنتي. وده الدولاب، ودولاب جرار طرفتين. ومساحة الظرف اللي فيه برضو مش صغيرة. ومحطوط هنا باف كده تحت الشاشة، وجنبه اللي هو السلم اللي بيتحط عليه الأنتيكات أو الديكورات أو الدباديب أو أيا كان توظيف أي حد ليه. في ناس بتحطه في البلكونات، بتحط فيه زرع، بتستخدمه بشكل ما. هنا بقى الستاير كانت عاملة نفس قماش الستاير، هو نفس القماش اللي اتنجد منه برضو الباف اللي تحت الشاشة. عايزة بقى نتفرج كده على تفاصيل الدولاب. وعجبني قوي كمان عندها المطبخ، ان شاء الله لما تدخلوا تتفرجوا على تفاصيل المطبخ هتعجبكم قوي ان شاء الله. هنا حطيت لها فوق لحاف سرير الاطفال وجنبه بطانية سرير الاطفال، وعكستهم تحت برضو حطيت الاتنين تحت ودخلت معاهم الفوط. فوق هنا حطيت الدفايات والكوفرتات بتاعت سرير الاطفال بالشكل ده، وفي نصهم بعض الفوط. وهنا حطيت لها الملايات بتاعت سرير الاطفال كلها. ودي كانت اول ضرفة معانا يعتبر شاملة او 3/4 المفروشات بتاعة الاطفال موجودة فيها. اما في الضرفة دي حاطين فيها اللحاف بتاع السرير الكبير، وحطيت معايا بعض الفوط اللي بتحط في دولاب الاطفال بيكون فيها رسومات اطفال يعني. لان العروسة بقى كانت مستنية ان انا انزل لها الفيديو بتاعها من فترة طويلة، وربنا يا رب يرزقها بالخير. تقول لها بقى كومنتات حلوة كده عشان لما تشوف بإذن الله الكومنتات بتاعتكم تكون بقى سبب فرحتها بإذن الله. اكيد اي عروسة بتتمنى ان هي شقتها تفرح بيها وتلاقي كومنتات حلوة عليها، فربنا يا رب يرزقها بالخير. عروستنا كمان عروسة وحيدة، بنت وحيدة يعني، بس كان ليها صديقة كانت واقفة معانا واحنا بنفرش، بجد حد عسل قوي وكويسة جدا. ربنا يا رب يرزقها بالخير اللهم امين يا رب العالمين. الواحد بيفرح لما بيلاقي لا في اصدقاء كويسين، في اصدقاء وقت الجد بجد تلاقيهم واقفين جنبك بيدعموكي بيسندوكي، تحس ان انت مش لوحدك. يعني بجد ربنا يا رب يبارك لها فيها يا رب، ويبارك لكل حد عنده صاحب جدع كده دايما يكون واقف جنبه في الشدة وفي الرخاء. هنا معانا غرفة النوم. هي برضو قالت لي غرفة النوم انا توقعت ان مساحتها تكون اصغر من كده، فاتفاجئت لما جت الغرفة ان مساحتها او حجمها اكبر من المساحة اللي المفروض تكون عليها في الشقة. بس عمار من ربنا يبارك لها فيها برضو، ذوق الغرفة نفسها ما شاء الله بسيط، ربنا يبارك لها فيها. تعالوا بقى نفتح الدولاب كده ونتفرج مع بعض على الدولاب من جوه ورصينا فيه ايه. مبدئيا هنا الضرفة دي رصينا فيها كل المفروشات بتاعتها الخاصة بدولاب غرفة النوم على قد ما قدرنا، لمينا جزء كبير والباقي طبعا زي ما انتوا شفتوا كان في حاجات بسيطة موجودة في دولاب غرفة الأطفال. هنا حطيت لها بطانية وجنبها بطانية تانية. هنا حطيت لها اللحاف اللي لونه كشمير وجنبه مفرش القطيفة. هنا بقى هي كانت لازقة
يعني جايبه الورق اللي بتلزق على على الخشب او بتلزق على الازاز ولازقاه على الخشب من قبل ما احنا نيجي اصلا، مقصاه ومظبطاه ولازقاه، وكانت مظبطه الدنيا بصراحه. هي قالت لي انا حابه ده اكتر من ان انا احط مفارش، المفارش بتتحرك فبتضايقني. في الرف اللي فوق هنا حطيت الملايات وجنبها كوفرتا، وهنا كوفرتا وطبقت جنبها بعض الفوط، وتحت كملت بقيه الفوط وجزء برضو من الملايات. تعالوا نفتح دلوقتي مع بعض بقية الضرفة. هي الضرفة طبعا ما شاء الله حجمها كبير، يعني الضرفة دي اللي بتبقى مساحتها كبيرة، والضرفة التانية حجمها أقل طبعا في المساحة. هنا حطيت البطانية التانية اللي قلتلكم عليها، وده شكل بقية اللحاف. وهنا حطيت جزء من الملايات وجنبها الكوفرتة، وبينت جنبها الملاية بتاعة الكوفرتة، ربطتها كده على الكوفرتة نفسها. وهنا حطيت جزء من الملايات وجزء من الفوط، وتحت حطيت البطانية اللي هيستخدموها يعني طبعا في الغطا. احيانا بنخليها جوه الدولاب، واحيانا بفرشها تحت المفرش بتاع الدخلة بحيث ان يبقى الموضوع سلس اكتر يعني، بس طبعا كل واحد بيبقى حسب الرغبة. تمام، ده كده شكل الدولاب بفرشه. خلاص هندخل دلوقتي بقى على المطبخ بعد ما ناخد نظرة سريعة على الغرفة. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجة عندها، قدر كريم يا رب. حطيت لها هنا البوكيه ده كده على حرف السرير، وفرشنا هنا تسريحة بالشكل ده. حطينا بقى طبعا تلات ارباع الحاجة، يعني لمينا جزء كبير منها جوه الأدراج، بس الأدراج عندها كانت صغيرة فلمينا جزء، والباقي طبعا خليناه على التسريحة من فوق. الباب الجرار المقابل لينا ده الباب بتاع التويلت، وهنا معانا المطبخ بتاعها ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هي من العرايس اللي بتتابعني باستمرار، فكانت عارفة ان انا عملت مطبخي عند كيتشن برافو، وان انا دايما كنت بشكر في شغله عند الناس. وان المطابخ بتاعته مش مطابخ تقليدية، يعني مش الحاجة اللي هي تجيبيها وقتية بس وفيما بعد تلاقيها اتأثرت من المطبخ، بتلاقيه اتأثر شكله باظ او حصل فيه اي مشاكل، فتضطر ان انت تعملي مطبخ غيره او تصلحي فيه. مطبخ كيتشن برو حقيقي خامة بجد تعيش، وانا بصراحة فخورة ان انا عملت مطبخي عنده. هنا كانت عاملة المطبخ بتاعها على الرخام، عليه كانت عاملاه جرانيت اللي هو المصري، وكانت عاملة من بره كده الجلاكسي على الاطار من بره. هو قال لها يعني نعمل الجرانيت من جوه، ومن بره كده نعمل الاطار الاسود ده كده جلاكسي عشان يظهر شكل المطبخ ويظهر جماله. ربنا يبارك لها في كل حاجة عندها. هي طبعا هنا كسرت المطبخ كله وغيرت السيراميك بتاع المطبخ من اول وجديد. وهنا البوتاجاز بتاعها كان نوع لا جرمانيا. هنا حطينا الطقم ده اللي بيبقى فيه توابل السكر والشاي برضو، وفي حاجات خاصة بالخزين. وهنا ورا حطينا برضو الدوارة وطقم التوزيع وكمان الوراقة. وهنا حطيت لها الصواني اللي هتقدم منها للضيوف، ودي الصواني التانية برضو، هي كانت حابة تحط الاتنين. وحطينا هنا الميكرويف بتاعها كان نوع ميانتا. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجة عندها. نفتح دلوقتي بقى المطبخ من فوق نتفرج مع بعض عليه. هنا حاطط لها اطقم كاسات ومعاها اطقم كوبايات ميه. الضرفه دي يعتبر لمينا فيها جزء كبير قوي، حاولت على قد ما اقدر ان انا الم فيها جزء كبير. وهنا حطيت طقم عشا كامل او طقم كامل. عشا ده بيبقى على اطباق بس، لكن ده طقم ما شاء الله كامل. هنا بقى حطيت لها الحاجات اللي هي فيها دلع شويه، اللي هي بيبقى فيها مثلا الوان او حاجات مبهجه شويه مع بعضها. هنا حطيت لها طقم الشوربه ده عسول قوي، ودخلت معاه طقم كوبايات ميه وكمان كاسات. وهنا حطيت لها طقم كاسات برضو مع طقم كوبايات ميه عصير. وفوق هنا حطيت لها طقم الشاي ده برضو، ودخلت معاه طقم كاسات سوري طقم كوبايات ميه وعصير، ممكن بستخدم برضو شاي. هنا حطيت لها الاجهزه بتاعتها اللي هتستخدمها كلها. وفي الضرفة اللي فوق هنا حطيت لها البايركسات بما انها مش هتستخدمها كتير، وحطيت طقم العصير ده برضو مع بعضه كله فوق. هنا حطيت لها القوالب وصواني وطاسات والحاجات دي، بان الضرفة دي عميقة فحطينا ممكن نستخدمه في البداية. وجوه لمينا الحاجات اللي مش هستخدمها كتير. هنا حطيت لها البلاستيكات وكمان المصافي الستانلس بتاعة المكرونة والحاجات دي برضو خليتها لها في الاول. في الادراج هنا وزعنا الرفايع كلها. هي كانت مطلعة كل المعالق اللي موجودة في شنطة المعالق عشان تستخدمها، ربنا يبارك لها في كل حاجة عندها يا رب. تمام، هنا بقى بقية الرفايع اللي بتتحط في الدرج. طبعا اي حد بيلاقي اي حاجة بيروح حاطها في الدرج، ما علينا. طبعا انا احيانا بتفاجئ وانا برص والله الحاجة يعني، او انا بصور سوري بلاقي بقى حاجات محطوطة كده على الادراج عكس ما كانت مرصوصة. فخلاص يعني اتعودت.
تمام، نفتح الضرفة دي مع بعض. حطينا فيها بقى الحلل بتاعة العروسة كلها، ربنا يبارك لها فيها يا رب، جرانيت وتيفال وسيراميك والستانلس بالشكل ده كده مع بعضه. بما ان الضرفة دي اكتر حاجة ظاهرة يعني وسهلة التناول، فحطينا فيها الحاجات اللي احنا هنحب ان هي بين وفي نفس الوقت تعرف تستخدمها. طبعا انا باخد رأي العروسة في كل حاجة وانا برست، يعني مش برست وخلاص. الضرفة دي معانا فيها المطبقية بقى، حطينا الأطباق والكوبايات، وكوباية مية، كوباية عصير، كوباية شاي، وحطينا طقمين عشا برضو عشان تعرف تستخدمهم ويكون سهل عليها ان هي تنوع برضو. للي حابب يتواصل مع كيتشن برافو او حابب يشوف البيج اللي بيكون عليها الشغل بتاع كيتشن برافو، ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي حابب يتواصل معاه، وكمان رقم التليفون عشان يبقى الموضوع بالنسبة لكم اسهل. هنا اخر حاجة معانا هي التويلت. زي ما انتم شايفين كده هو التويلت جاي بالطول شوية، ده الحوض، وفوقيه هنا المراية، وجنبه كده يونت محطوط فيها المنظفات وأدوات التنظيف كلها، وهنا البانيو وجنبه القعدة. وبكده خلاص فيديو النهاردة معانا خلص. اتمنى يكون محتوى الفيديو النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تنوروني في قناتي، علشان يوصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد من شغلي.